ازاي تقرب من ربنا. نتكلم في الفيديو ده عن حاجات بسيطة جدا نقدر نعملها ومن خلالها نقدر نقرب من ربنا اكتر. بس قبل ما نبدأ بحب افكرك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اول حاجة بسم الله الصلاة الوحيدة اللي ما ينفعش اي حد يسيبها. الصلاة دي العلاقة اللي بتربط ما بينك وما بين ربنا، او احنا المفروض نعلن ربنا ولائنا ليه في اليوم 5 مرات في الصلاة. اي حد بيتفرج او اي حد شايف او اي حد عارف او اي حد مسلم عارف انه ما ينفعش ما يصليش، فكده كده انا وانت عارفين. طب انت عايز تقرب من ربنا لازم الصلاة دي تكون محافظ عليها، وحاول على قد ما تقدر ان هي تكون في المسجد. يبقى الصلاة مفيش نقاش ومفيش جدال فيها وما ينفعش نتكلم فيها. رقم 2 عشان تقرب من ربنا جامد انك لازم تذكره، ولما تذكر ربنا هيذكرك واسمك هيتذكر عنده. فلازم تحافظ انك تذكر ربنا في اليوم مش اقل من 350 مرة. لو خليت حاجة بسيطة بعد كل صلاة بتقرا مثلا 10 مرات سبحان الله وبحمده، 10 مرات سبحان الله، 10 مرات استغفر الله، 10 مرات الله اكبر، يعني لو خليت 10 مرات كده انت جمعت 50 ذكر في 5 صلوات، 200 ذكر و100 الصبح و100 بالليل، الموضوع خلص. اذكار بسيطة جدا. خلي بالك يا صديقي ان الشيطان عشان يبعدك من ربنا اول حاجة بياخدها منك الذكر، يسحب الذكر منك. يعني لو واحد بيصلي ومقرب من ربنا وملتزم، اول حاجة الشيطان عشان يتملك منه يسحب منه الذكر لو هو بيذكر ربنا، تاني مرة يسحب منه الصلاة في المسجد يخليه يصلي في البيت، تالت مرة لحد ما يبدأ تدريجي. فانت حافظ دايما على الذكر. من اهم الحاجات بقى اللي انا شايفها هتفرق معاك وفرقت معايا جدا ان بعض الذنوب اللي كنت بعملها بسيبها لله، ايا كان بقى عادة سرية، غض البصر، بنشرب سجاير. ما انت لو سبت اي حاجة من دول عشان ربنا او عشان انت خايف منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خلي برضو في دماغك ان كل حاجة بتعملها يا باشا هتتحاسب عليها. انت كل حاجة اعمل براحتك، اعمل براحتك. عايز تشرب كذا، تشرب مخدرات، تعيش اعمل، ولكن كل حاجة هتقف قدامك وشريط حياتك كله هيتعدى، وكل ذرة عملتها في حياتك هتتحاسب عليها. السجارة اللي انت مولعها هتتحاسب انك بوظت صحتك، وهتتحاسب انك ضيعت فلوسك في حاجة بوظت صحتك. فنصيحة مني، بتتكلم على حد، بتشرب سجاير، بتعمل عادة سرية، بتتفرج على اي حاجات مش حلوة، بتبص على بنات، اي الكلام ده سيبها لله. دايما قول لربنا في الصلاة يا رب انا سبت الذنب ده عشانك، عشان خايف منك، خايف من عقابك، والله العظيم هيعوضك. وحاجة كمان مهمة جدا انك تكون بتحفظ كلام ربنا، او على الاقل بتقرأ كلام ربنا اللي هو ايه؟ القرآن الكريم. لو حتى انت مش قادر تحفظ فخلي فيه دايما ورد قراءة لحد ما تتقن القراءة، انك تقرأ بقلبك. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب انا بقرا ومش حاسس بالقرآن، مش مهم، انت لسه في بدايتك. اقرأ لحد ما تيقن، لحد ما قلبك يخشع، قلبك يعرف هو بيقرأ كلام مين. ساعتها اول ما تسمع كلمة ربنا او اي ذكر عن ربنا تحس بهدوء كده، انا مرتاح مطمئن. في الحالة دي اعرف ان قلبك بقى يعرف هو واقف قدام مين، بقى يعرف هو بيقرأ كلام مين. خلي دايما في دماغك انك فعلا لو متجه لطريق الهداية ربنا هيسخر لك ناس تساعدك وناس تقف معاك، حتى لو كان الفيديو ده سبب. لان ربنا مش هيكلمك ويقول لك تعالى، ولكن ربنا بيبين لك علامات وبيديك مواعظ، حتى لو كان الفيديو ده حاجات بسيطة. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه. ما تنساش اهم حاجة انك تصلي على النبي، وما تنساش اهم حاجة ان الدال على الخير كفاعله، ممكن تبعته لصاحبك وهتاخد نفس الاجر بالظبط.